امتى الست تشك ان عندها ورم في الثدي؟ احنا مش حابين نقلقكم، ولكن في بعض العلامات الإكلينيكية لو ظهرت عند حضرتك يبقى لازم تعملي زيارة سريعة لدكتور الأورام علشان يطمنك ويطمن عليك. ايه هي العلامات الإكلينيكية ديت؟ 1. ظهور كتلة أو كلكعة في الثدي ما كانتش موجودة قبل كده. ظهور كتلة أو كلكعة تحت الإبط ما كانتش موجودة قبل كده. أو وجود إفرازات دموية من الحلمة، أو تغير شكل جلد الثدي أو الحلمة وبروزها. يعني ايه تغير شكل جلد الثدي او الحلمه او بروزها؟ تلاقي الست تقول لي يا دكتور انا عندي جلد الثدي عندي بقى تخين، بقى عامل زي قشره البرتقال، احنا بنسميها ساعتها البود اورانج، وتلاقي شكل الجلد بتاع الثدي المصاب غير شكل جلد الثدي السليم. طب الحلمه وبروزها، تلاقي الحلمه اتشدت لجوه، ودي احنا بنسميها الحلمه الغائره. وهنا لازم انوه ان الحلمه الغائره دي في ستات كتير جدا عندهم الحلمه الغائره من ساعه الولاده، ودي حاجه طبيعيه من ساعه ما اتولدت والحلمه موجوده لجوه. اللي يقلقني ان يكون الحلمه كانت طبيعيه واتشدت لجوه من فتره قليله. اخيرا وليس اخرا، كل ما حضرتك تكتشفي العلامات دي بدري وتكشفي بدري ونشخصك بدري ونعالجك بدري، كل ما نسبه الشفاء وحمايتك من الاورام تكون اعلى. وربنا يتمم شفاكم على خير.